وبنتكلم عن ونتابع اخبارنا مع بعض. وعندي خبر عن صبري رحيل ومحمد خيري او احمد خيري والانضمام للنادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين ان صبري رحيل وخيري وجعفر ومش عارف ابراهيم يقال ان هم يعني في طريقهم للنادي الاهلي او النادي الاهلي بيتكلم معاهم. طبعا ده كلام انا واثق فيه انه بيحصل من خلال سماسرة، من خلال وكلاء، من خلال حتى النادي الاهلي، ان هذه فتره السماح بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لاي لعيبه. يقال ان بعض اللعيبه خدت فلوس. عايز اقول لكم بالنسبه لصبري رحيل، صبري رحيل هو مستني مقدم العقد من نادي الزمالك. في حاله هياخد المقدم العقد من نادي الزمالك، حتى لو كان مضى في اي نادي اخر فهو هيمضي في نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هو اللي ليه الاولويه وهو اللي عنده ورقه الرغبه باسمه. فبالتالي لو صبري رحيل خد المقدم العقد ما حتى لو كان مضى وخد فلوس من احد الانديه او من النادي الاهلي فممكن يقعد في نادي الزمالك. ولكن حتى هذه اللحظه كلام كتير طبعا بالنسبه لصبري رحيل. احمد خيري خد فلوس، اعتقد انه خد برضه رقم مقدم عقد بالنسبه للنادي الاهلي. صبري رحيل زي ما قلت لكم ده هو اللي حصل مع صبري رحيل. ولكن لو ان الانديه حبت انها او عرفت تجمع مقدم العقود لهؤلاء اللاعبين، اعتقد ممكن يكونوا بالنسبه لخيري ممكن يرجع الاسماعيلي. نادي الزمالك زي ما قلت لكم مقدم العقد بالنسبه لصبري رحيل، انا متاكد ان هو لو خد الفلوس من نادي الزمالك هيبقى في نادي الزمالك بشكل او باخر. لكن هي المشكله في ماديا. لعيبه نادي الزمالك مستنيه طبعا المستحقات. عارفين نادي الزمالك ما فيهوش فلوس كتيره، مستنيين الاستاذ ممدوح عباس ان هو يحل هذه الازمه حتى ولو وقتيا، حتى وصول الدفعه الماليه من افريقيا. يعني هتكلم في الموضوع ده بعد شويه برضه. لكن زي ما قلت لكم موضوع رحيل وخيري وجعفر وابراهيم، كل اللعيبه الفري الاهلي دايما بيدور حاليا على اللعيبه الفري، ونادي الزمالك طبعا نفس الكلام بيدور على اللعيبه الفري، لان الازمه الماليه طاحنه في الانديه كلها. ده اللي حصل. وزي ما قلت لكم اي لعيب بيوقع في نادي اخر وبعدين يرجع يكمل مع ناديه فبيبقى الاولويه اعتقد في حاله ابداء الرغبه ان هو عايز يكمل في ناديه بيبقى دايما لناديه.